النهارده هنتكلم عن شائعه من الشائعات المنتشره جدا الفتره الاخيره، الا وهي حوار ان علامه من علامات الحمل بولد هو ان الحامل صوتها يتغير ازاي؟ هنشوف. في ناس بتقول ان الصوت ده بيتخن او بيزيد خشونه او بيفقد نعومته. طيب هل ده معناه فعلا ان كلامهم ده صح؟ هل معنى الستات الكبار من تجاربهم ان فعلا ست غيرت صوتها ده معناه ان هي حامل في ولد؟ طب لو كان الموضوع سهل كده، ايه بقى لازمه السونار والكشف بتاعنا؟ النهارده هتكلم معاكي عن علامه من علامات الحمل بولد، الا وهي تغيير صوت الحامل اثناء الحمل، ونشوف هل هي فعلا حقيقه ولا خدعه من خدع العادات. فيلا بينا فيديو جديد من سلسله خدعوكي. قالوا ايه بقى المره دي؟ قالوا ان الست اللي صوتها بيتغير سواء بيتخن او سواء بيفقد نعومته والمرونه بتاعته او بيحصل فيه اي تغيير ايا كان هو ايه، هي كده معناه ان في مشكله عندها في الهرمونات. تمام ماشي، احنا كده ماشيين تمام، ده طبيعي لان الحمل عموما بيبقى فيها مشكله في الهرمونات. طيب ايه الهرمون المسؤول؟ الهرمون المسؤول عن تغيير الصوت هو هرمون التستوستيرون، وهو هرمون ذكوري مسؤول عن البلوغ عند الذكور، ومن هنا جه الربط ما بين تغيير صوت الحامل والحمل بولد. طيب من الاخر كده، هل كل ده بيحصل فعلا؟ في الحقيقه لا، مش ده اللي بيحصل خالص. اللي بيحصل فعلا ان الست ممكن يكون صوتها بيتغير في الحمل، بس مش نتيجه للكلام ده خالص، نتيجه حاجات تانية كتير ممكن تكون بتحصل، زي اللي يكون ان السبب اصلا هو نتيجه لخبطه الهرمونات، او ممكن يكون مجرد التهاب في الحلق، او بسبب ضغوط على الحبال الصوتيه. فده مش مبرر خالص ان احنا نقول ان ساعتها انك حامل في ولد. بس عشان نكون منصفين، في فعلا كذا حاله حصل لها تغيير في الصوت وكانت فعلا حامل في ولد، بس دي مش قاعده. احنا ممكن نسمع كلام اهلنا في حاجات كتير، بس الفاصل بالنسبه لي والكلام العلمي بيقول ان مفيش حاجه هتطلع لي حامل بولد او بنت غير السونار. عشان كده ممكن تسمع كلام الكبار وممكن تنبسط انك حامل بولد، بس اللي هياكد ده وينفيه هو السونار مش حاجه تانية. احكوا لنا تجاربكم مع تغيير الصوت، وهل فعلا جبت ولد لما صوتك اتغير ولا طلعت بنت؟